واستكمالا للحكاية السورية، أعلن اليوم أمامكم انتصار الحق على الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شكرا كثير، يعطيك ألف عافية. أول مرة نرى رئيس سوري يتحدث أمام الجمعية العامة منذ عام 67. كيف كان شعورك وأنا سمعت الكلمة الآن؟ يعني لحظة تاريخية يعني يستحقها السوريين، كانت سوريا محرومة من العالم والعالم محروم من سوريا، فربما هذا عنوان جديد لتاريخ سوريا الجديد الذي يعني يحافظ على السلام والازدهار والتنمية، فإن شاء الله تكون خطوة جديدة. طيب بالنسبة للعقوبات، أنا سألتك لما كنت مع روبيو بالنسبة للعقوبات، نعم. في حديث الآن عن وزارة الخزانة قد تزيل بعض هذه العقوبات. أغلب العقوبات راح تجاه الإزالة يعني، بس في قانون شيزر اللي وضع على النظام السابق بسبب ظلمه للشعب وقتله بسبب صور السجون اللي طلعت هيك زمن النظام السابق. لكن القانون متعلق في الكونغرس، واغلب الاعضاء تقريبا متوجهين تجاه رفع العقوبات، باقي بعض الاعضاء ننتظر نشوف الخطوات القادمه. اخر كلمه لمؤيدينك اللي بينتظروك كانوا من ايام في الواقع. انا ما بحكي بس لمؤيدين، بحكي كل الشعب السوري. اكيد ما في فرق بين اي حدا، يعني ما في شيء اسمه مؤيد معارض حاليا، كلياتنا شعب واحد ونحن بازمه كثير كبيره ولازم ننهض، لازم نرجع نبني سوريا من جديد، كلياتنا بايدين بعض ان شاء الله.